بعد ما عرفت إنه نرجسي، يا ترى بقى هاعمل إيه وهاتصرّف إزاي وإيه اللي ممكن أعمله؟ ده سؤال الحلقة النهارده. لو قررتِ إنِّك تكمّلي مع شخصية نرجسية مؤذية، هتعملي إيه وهتتصرّفي إزاي؟ بشوية نُقط كده إن شاء الله هتعرفي تتعاملي وهتبقي أحسن كتير من الأيام اللي فاتت أو السنين اللي فاتت. تابعي معايا الفيديو، ولو أول مرّة بتشوفيني ما تنسيش لايك وطبعًا تشتركي في القناة لإن هتلاقي فيها حاجات كتيرة أوي مفيدة، وتعليق حلو زيِّك كده قمر، ويالّا بينا نخش الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا كلها، ربنا يرزقكم السعادة وراحة البال والرزق الحلال إن شاء الله. بعد ما عرفنا طبعا عيوب النرجسية وعرفنا الشخصية دي ازاي ان هي طبعا يعني مؤذية جدا وصعب التعايش معاها، وهي كل حاجة بتبقى قصداها، وازاي ان هم ممكن يعني يسببوا قلق اللي هيبقى عايش معاهم، وهيبقوا متعبين جدا لأي حد بيتعامل معاهم. وهم طبعا مش هيتغيروا خالص غير لما هم يبقوا عايزين يتغيروا، ده في حالات نادرة جدا وصعب يعني إن هم يتغيّروا. ما تقوليش إن أنا ممكن أغيّره أو كده، صعب جدًا التغيير. هنعمل إيه؟ هاقول لِك على حلّين 2 وأنتِ تختاري أي حل فيهم. أول حل هنتكلم عليه هو إنِّك طبعًا تهربي وتسيبي العلاقة دي فورًا لو أنتِ طبعًا زوجة أو لو أنت زوج. بس طبعًا قبل ما تهربي لازم يكون في عندِك شوية حاجات لازم تكون موجودة عندِك. طيب أنا إمتى أمشي؟ هتمشي لو هو بيعمل الحاجات دي اللي هاقول لِك عليها، لو كان بيضرب، لو كان بيخون، ولو طبعًا مش بينفق عليكِ ولا على ولادِك. ولو كمان هو بيتهمِك بالسوء بحاجات أنتِ ما عملتيهاش، يعني بيتهمِك يقول لِك أنتِ مثلًا سلوكِك مش كويس، أنتِ بتعملي كذا أو أنتِ بتعملي كذا، طبعًا بيتهمِك في حاجات في شرفِك، وطبعًا دي لازم إن أنتِ في الحالات دي تهربي وما ينفعش إن أنتِ تتعايشي. ولازم لو أنتِ طبعًا هتهربي من العلاقة دي، لازم يكون عندِك شوية الحاجات دي، اللي هي يكون عندِك مكان طبعًا تروحي فيه أنتِ وولادِك لو ليكِ ولاد، ولازم يكون ليكِ مصدر دخل علشان تنفقي عليهم، لإن هو أول حاجة هيعملها أكيد مش هينفق على الولاد. ولازم كمان يكون ليكِ حد داعم من أهلِك، من أصدقائِك، من إخواتِك، من أقاربِك، يعني لازم يكون عندِك شوية الحاجات دي. لو أنتِ موجودة عندِك الحاجات ديّة وبتشتغلي وليكِ مكان وليكِ أهل يدعموكِ، يقفوا في ضهرِك بقى ويجيبوا لِك حقِّك وكده، فطبعًا لازم تهربي، لإن الحياة مستحيلة مع زوج بيضرب أو بيهين أو بيخون أو بيعمل الحاجات اللي أنا قُلت لِك عليها دي. طبعًا لازم تهربي فورًا. تعملي خطة للهروب، يعني تقعدي كده مع نفسِك وتشوفي أنتِ هتعملي إيه، وتشوفي أنتِ إمتى هتمشي، تشوفي أنتِ هتقدري تعملي الخطة دي في وقت قد إيه. يعني لازم تكوني ترتّبي أمورِك كويس أوي. أمّا الحل التاني، لو أنتِ طبعًا ما عندكيش كل الحاجات اللي إحنا قُلنا عليها دي، وطبعًا هو زوج بيضرب، بيهين، بيخون، كمان بيتكلم عنِّك بسوء جدًا وسط الناس، ف أنتِ مضطرة إنِّك تعيشي لغاية ما تمشي أو تهربي. يعني مش هاقول لِك عيشي وكمّلي وخلاص، لأ، لازم يا حبيبة قلبي، لازم إنِّك تعملي خطة، ولازم تشتغلي طبعًا أي حاجة حتى لو هتشتغلي من البيت. طبعًا الشغل دلوقتي على الأونلاين أو على النت، أو حتى ممكن تعملي مشروع في البيت، ممكن إن أنتِ تتعلمي الخياطة، ممكن تعملي أي مشروع طبعًا لو هو مش حابب إنِّك تشتغلي أو إنِّك تطلعي تشتغلي. ولازم أقول لِك على حاجة كمان، يعني مش لازم إنِّك تعرّفيه كل حاجة عنِّك، تعرّفيه أنتِ بتعملي إيه، تعرّفيه الخطط بتاعتِك، تعرّفيه دماغِك أنتِ، إن أنتِ مثلًا فهمتِ أو أنتِ عرفتِ أو أنتِ لأ أنا هاعمل كذا. يا ريت كل ده تعمليه وأنتِ ساكتة خالص، ما تتكلميش عن أي حاجة. وكمان لازم إنِّك تقوّي علاقتِك جدًا بأهلِك، لإن أكيد طبعًا ضحايا الناس النرجسيين أو
اللي متزوجة من شخص نرجسي أكيد علاقتها باللي حواليها مش كويسة خالص، وبعيدة عنهم، بعيدة عن أهلها طبعًا، بعيدة عن إخواتها، بعيدة عن صحابها، فهي لازم طبعًا تبتدي إن هي تقوي علاقتها بيهم، تبتدي إن هي تقرب لهم زي ما كانت الأول. وطبعًا تعملي مدة زمنية، يعني مش شرط إن هي تكون قريبة، ممكن تكون مثلًا في خلال سنة، 2، 3 على حسب ما أنتِ تبتدي تُقفي على رجلِك، تبتدي إن أنتِ يكون ليكِ مصدر دخل تصرفي بيه على ولادِك، يكون لِك مكان كويس آمن تبقي فيه أنتِ وأولادِك، وكمان يكون ليكِ حد داعم ليكِ كده في ضهرِك، وتتشجعي ويدعمِك بكل حاجة. لأن كمان التعايش هيخلّي أولادِك كمان نفسيتهم مش كويسة، وهيطلعوا كمان مش أسوياء، لإن طبعًا القدوة هنا بيتعلموا منها كتير، فطبعًا لازم نحط خطة كويسة إن أنتِ تعملي اللي أنا قُلت لِك عليه ده. ربنا يا رب يعني يكرم كل واحدة ويُقف معاها ويُقف جنبها، ويرزقها بالناس داعمين كويسين إن هُم يطلّعوها من المحنة دي، لإن هو ابتلاء قوي لازم يعني إن هم يقدروا عليه. ربنا معاكم يا رب. إن أنا لو عايزة أتعايش هاعمل إيه، ولو عايزة أكمّل ومضطرة إن أنا أكمّل، إيه برضه اللي أنا ممكن أعمله؟ يالّا بينا نتكلّم كده ونشوف هنعمل إيه. أول حاجة لازم تبعدي عن المواجهة، يعني مش لازم كل حاجة أخُش في دايرة المواجهة وأخُش أتكلّم وأقول رأيي، وحتى لو كان رأيي صح طبعًا أنتِ هتخُشي في دايرة مش هتعرفي تطلعي منها، فبلاش إنِّك تخُشي في دايرة إن أنا أتكلّم وأقول رأيي دي خالص، ابعدي عنها لإن هتتعبِك وما فيش منها أي فايدة. تاني حاجة لازم أرجّع صداقاتي، لازم أرجّع علاقتي الكويسة بأصحابي وبأهلي بإخواتي، لازم أرجّع علاقتي أوطّد علاقتي تاني وأخلّي حد سَنَد ودعم ليّا، دي تاني حاجة لازم أعملها على طول. وطبعًا لازم أعمل خطة زمنية للخروج من العلاقة ديّة بأقل خساير عشان أخرج خروج آمن. طبعًا لازم إني أنا أعرف إن أنا مش مخطئة في أي حاجة، أو معظم الأمور اللي بتعدّي مش كلّها إني أنا السبب فيها، ومش أنا اللي بابقى غلط دايمًا، وأشيل الفكرة دي اللي اتحطّت في دماغي من زمان إني أنا اللي غلط، وأنا اللي باعمل الغلط، وأنا اللي السبب في كل حاجة غلط، علشان طبعًا ما أسبّبش أي قلق أو أي خوف لنفسي أو أي حاجة تضايقني، فلازم أشيل الفكرة دي من دماغي على طول. لإن هم طبعًا بارعين جدًا في رمي الأخطاء والإسقاط على الضحية، يعني يعمل الغلط وييجي يقول أنتِ اللي غلط، أو تعمل الغلط هي وتقول له أنت السبب، وأنت اللي عملت كده، وأنت اللي أدّيت بينا للنتيجة ديًّا. فطبعًا لازم نعرف إن هم شاطرين جدًا في قلب الترابيزة ورمي الأخطاء على الضحايا. وطبعًا أهم حاجة مش لازم نصدّق الوعود الكذابة اللي هي طبعًا بتتقال هاعمل وهاسوي وبكرة هيحصل وهنعمل، لإن دي بتبقى كلّها كلام ما بيحصلش منّه أي حاجة، فما تبنيش آمال على الوعود دي خالص، وأي حاجة تتقال لِك مش لازم تصدّقيها، واسمعي وخلاص، ربما تحصل أو ألف مرّة مش هتحصل. وطبعًا لازم تحطّي حدود للكلام، وحدودِك لازم تبقي واضعاها بطريقة صح، ما تخلّيش كده الكلام بأي طريقة وفي أي حاجة، فلازم طبعًا تحطّي حدود للكلام وحدود للتعامل علشان ده هيريحِك جدًا. لازم تعملي الحاجات اللي تريحِك أنتِ وتسعدِك أنتِ، طالما أنتِ مش بتزعّلي ربنا ومش بتغضبي ربنا، إن أنتِ تعملي الحاجات اللي تسعدِك، والحاجات اللي تبقى مفيدة ليكِ، والحاجات اللي تخلّي مودِك حلو كده ومبسوط، مش تبقي كل حاجة حاطة إن هو لازم ترضيه ولازم تسعديه حتى لو على حساب نفسِك، طالما أنتِ مش بتغضبي ربنا ومش بتخلّي ربنا يزعل منِّك في حاجة، فما فيش مشكلة إنِّك تسعدي نفسِك حتى لو بأقل الأشياء. أهم حاجة لازم تعمليها إنِّك تبطّلي إن أنتِ تنقديه، أو تبطّلي إن أنتِ طول الوقت تقولي له أنت غلط وأنت بتعمل كذا، يعني علشان ترتاحي من الحرب اللي هتبقى دايمًا موجودة لو أنتِ دايمًا طول الوقت بتنقديه وطول الوقت بتقولي له أنت غلط وأنت السبب، يعني كفاية إن أنتِ عرفتِ الحقيقة وخلاص.
كمان تبطّلي تحكي كل مشاعرِك، الحاجات اللي بتبسطِك، الحاجات اللي بتزعّلِك، رُحتِ عند والدتِك مثلًا وكنتِ مبسوطة، هو هيشوف كده أكيد هيبقى متضايق، قعدتِ مع صاحبة ليكِ وصاحبتِك دي بتحبيها جدًا، فأكيد هو هيبقى متضايق لو أنتِ طبعًا قُلتِ ده أنا مبسوطة وقعدت مع صاحبتي أو في موقف أسعدني أو في حاجة أحزنتني، فخلّي كل الحاجات دي ليكِ أنتِ واحتفظي بيها، وبلاش تقولي على كل حاجة بتفرّحِك أو كل حاجة بتزعّلِك. أهم حاجة، أهم حاجة، أهم حاجة لازم ترجّعي صلتِك الكويسة بربنا جدًا، أكيد هي صلتِك ابتدت بعد علاقتِك بنرجسي أو نرجسية ابتدت إن هي تتغيّر، ابتدت إن هي ما تبقاش زي الأول، فلازم طبعًا ترجّعي صلتِك بربنا، اعملي صداقات كتير، ادعي ربنا كتير، صلّي كتير، اقري قرآن كتير، اعملي كل حاجة، كل حاجة تقرّبِك من ربنا، واعرفي إن ده ابتلاء ربنا حطِّك فيه علشان يشوفِك مدى أنتِ هتعملي إيه، هترضي، هتتقبّلي، هترجعي لربنا اللي هو طبعًا أحسن من أي حد، اللي يعني اللي أنتِ بطّلتِ ترجعي لربنا وتراضيه، لإن طبعًا في شخص معاكِ أنتِ دايمًا طول الوقت حابة إنِّك تراضيه وحابة إنِّك تعملي كل حاجة هي بتسعده وبتفرّحه ونسيتِ طبعًا ربنا خالص، فلازم، لازم، لازم ترجّعي صلتِك بربنا ونبتدي نرجّعها تاني ونبتدي نصلّي ونعبد ربنا كويس أوي وندعيه، ادعي ربنا كتير جدًا لإن ده ابتلاء عظيم، وربنا إن شاء الله يكون معاكم ويكون في ضهركم كده ويتقبّل منا صالح الأعمال وصالح الدعاء، واستنوني إن شاء الله في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.